ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بتمنى ان انتوا تلاقوا ان الفيديو ده يكون مفيد بالنسبه لكم وتستفادوا منه وتتفرجوا على بقيه الفيديوز اللي انا عاملاها وتعجبكم. عايزه بقى النهارده نتكلم في موضوع مهم جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وهو حبك لنفسك. مبدئيا انا عايزاكي وانتي بتتفرجي على الفيديو ده توعديني وعد دلوقتي وتكتبي لي في الكومنتس كده وعد ان انا هبدا اعمل كل الحاجات اللي انتي هتقولي عليها دي ان شاء الله النهارده. بجد انا وعد، زي دايما بقول لكم ان وعد ان انتوا هتطلعوا من الحلقه دي وانتوا فعلا حاسين ان انتوا احسن، والحمد لله بلاقي بجد ناس منكم فعلا بتقولي ان انت اديتينا طاقه ايجابيه، ان انت فعلا احنا عايزين اكتر. فيلا بينا نبدا على طول. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الف ب حب النفس. ان انت ما ينفعش تكوني مش بتقولي كلام حلو لنفسك، مش بتدلليها، مش بتدلعيها. فاهمين قصدي؟ كل كلامك عن نفسك كلام سلبي قوي قوي قوي، كلام وحش جدا جدا. يعني عايزه اقولك ان انت اصلا لو فعلا بتحبي نفسك بجد هتوصلي لمرحله من حب الذات. الناس اللي حواليكي مش كلهم، بعض الناس اللي بتبقى فيها صفه الحقد شويه والغيره وكده هيبداوا يقولوا عليكي انك نرجسيه، هيبداوا يقولوا عليكي انك تنكه، هيقولوا كلام بقى مغروره، كلام من هذا النوع. معنى كده ان بجد لو في شخص قالك كده فانتي يعني تطمني ان انت فعلا عندك الصفه دي، انك نفسك غاليه عندك وبتحبيها. الا في حاجه معينه هقولها لك، ممكن حد بجد يقولك انت متكبره وتنكه ويكون عنده حق، فانا هقول لكم بقى تعرفوا تفرقوا ازاي. غالبا الشخص يعني الواثق من نفسه هيبان، او يعني اللي بيحب نفسه هيبان عليه ازاي؟ من تصرفاته وافعاله وطريقه طرحه للمواضيع، طريقه تحليله للمواضيع. فاهمين قصدي؟ يعني ايه؟ مثلا وسط قاعده جه في وسط الكلام موضوع عن نفسي، مش هتكلم فيه بحدود وكل حاجه، مش اللي هو ايه ابقى رايحه القعده دي الغرض ان كل الكلام يبقى عليا انا وانا ابقى محور القعده، واقعد اقول اخر انجازاتي واخر مش عارفه ايه، واقعد بقى اقول كده كلام كتير. دي بجد غالبا بتبقى شخصيه مغروره، احنا ملناش دعوه بيها خالص. بس لو الناس قالولك انك مغروره او شايفه نفسك بناء على ان هم شايفين ان انتي بتقدري نفسك كويس قوي، ما بتحبيش حد يضايقك، حاطه لنفسك تطلعات عاليه، لان بجد التطلعات العاليه معناها انك بتحبي نفسك وجدا كمان، وان انتي كده حاجات بتحطيها في الحياه ومش هتقبلي باقل منها. دي فعلا من علامات انك بتحبي نفسك، ان انتي دايما حاطه اهداف ليكي، ودي نقطه هنتكلم فيها بعد شويه. بس انتوا فاهمين قصدي؟ اللي هو انا عايزه اقول لكم ان انتي ما ينفعش تكوني بتقولي لنفسك حاجه مش كويسه. فبجد اول نقطه، وهي فعلا اللي ما ينفعش نكمل الفيديو من غيرها، ان انتي تدللي نفسك. يعني تقولي دايما كلام حلو لنفسك، كلام ايجابي، كلام عسول كده، كلام لذيذ. دي بجد اول حاجه. تاني حاجه بقى ان انتي مفيش حد، انا ببقى شايفه ان مفيش مثلا بنت بتحب نفسها وهتبقى مهمله في لبسها، او هتبقى بتلبس لبس مش لايق على بعضه، او مش بتهتم بشكلها، مش بتهتم مثلا شكلها هيبقى طالع عامل ازاي بره وهي ماشيه. بجد يا جماعه والله العظيم ما تقنعونيش ان في بنت بتحب نفسها بجد من قلبها هتبقى مهمله في الحاجات دي. في مثلا حد ممكن يقول ايه؟ ان انا مثلا مش معايا امكانيات ان انا اجيب هدوم، او مش معايا ان انا كل شويه اجدد هدومي. الموضوع مش بكده اطلاقا يا جماعه، الموضوع ملوش علاقه بالفلوس خالص. هو الفكره بس ان انت تكوني مهتمه. عارفين الاهتمام الداخلي؟ اللي انت تبقي مثلا قاعده مع نفسك، على بينك وبين نفسك كده بتحاولي تعملي سيرش دايما، بتحاولي تعملي فولو لناس بتحبي طريقه لبسهم، بتحبي ستايله. واي حاجه يا جماعه، انت مهما كان ستايلك انت ممكن تكوني منتقبه. بجد في ناس على الانستجرام بالنقاب شكلهم تحفه، ممكن تكوني بشعرك، ممكن تكوني بالحجاب. فاهمين قصدي ايه؟ بجد اللي عايز يهتم واللي عايز يبقى شغفه الحوار ده او الموضوع ده، الاهتمام باللبس، هيعمل كده على بنترست، على كل حاجه. كل حاجه دلوقتي بقت حوالينا يعني بتبقى ايه؟ بتدعوا كده ان انتوا تهتموا بلبسكم وتهتموا بمظهركم. فبجد مفيش بنوته بتحب نفسها بتسيب نفسها مهمله، او بتسيب نفسها شكلها بره مبهدل، او لبس مش لايق على بعضه. في مثلا حد ممكن يجي يقول لي ايه؟ انا اصلا مش بعرف انسق، حتى لو انا مثلا معايا فلوس وتمام، انا مش عندي الموهبه ان انا اعرف انسق. مش مشكله، كلنا في الاول كنا كده، كلنا في الاول كنا بيعجبنا حاجات بس احنا مش عارفين نطبق الحاجات دي علينا. فالحل ايه ساعتها؟ انك تعملي تغذيه بصريه وتتفرجي على كتير قوي 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 وتاخدي بالك من التفاصيل. عادي بجد، مش مشكله انك تكوني في الاول ما بتعرفيش تنظمي لبسك. انا اول ما اتحجبت كنت ببقى ماشي في حاجات بتعجبني جدا وببقى شايفه ان دي شيك قوي، كان بيبقى ذوقي حلو في اختيار الحاجات. بس بقى لما مثلا اجي انزل اشتري او اشوف في المحلات ان انا مثلا انسق قطعه على قطعه، ما كنتش بعرف اعمل كده قوي. وكنت لما بشتري الحاجه بروح بيها في البيت بقعد اقول حاسه ان ناقصها حاجه، بس انا مش عارفه هي ناقصها ايه. فاهمين قصدي ايه؟ فاللي هو يعني الموضوع بيجي بجد واحده واحده، لحد ما بدات اتفرج كتير قوي قوي على صور، بدات اشوف الناس اللي ستايلاتها بتعجبني واعمل لها فولو. كل الكلام ده انا مثلا لو لبست
نفس اللونين عادي هم المفروض مثلا سوت لابسه فوق بينك وتحت بينك مثلا، ده منطقي وطبيعي وتتباع في كل حته. بس لو انا حاولت ان انا اغير الخامه اللي من فوق غير الخامه اللي من تحت، الماتيريال الاتنين ما يكونوش لايقين على بعض، هتبقى المنظر مش حلو رغم ان هما نفس اللون. ففاهمين قصدي؟ انا بدات بقى اخد بالي من تفاصيل كتير قوي وتفاصيل دقيقه قوي ما كانتش في الاول. ليه؟ لان انا مهتمه وعايزه اعرف يعني في العالم ده اكتر، وعشان بجد اطلع باحسن نسخه من نفسي. فبجد لو مش بتعرفي لازم تعرفي من هنا ورايح، ولازم تيجي على نفسك، عشان زي ما قلت لك مفيش بنت بجد بتحب نفسها هتلاقيها شكلها مبهدل او هتلاقيها مش مهتمه بلبسها. تالت حاجه بقى وهي ان انت مستحيل 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 بنت تكون بتحب نفسها تقعد في قعده هي مش حباها، او تقعد وسط ناس مش مقدرينها. يعني لو انت مثلا عندك شله او يعني في مجتمع معين كده، وانت شايفه ان كل الناس اللي حواليكي بيقللوا منك او حاطينك في اخر اعتباراتهم، وانت موافقه عادي، بل بالعكس بتعملي كل حاجه عشان ترضيهم، او بتعملي بتبذلي ايفورت زياده عشان تبيني لهم لا انا موجوده انا هنا انتوا لازم تشوفوني، ده مش صح خالص خالص بجد. لو انت فعلا بتحبي نفسك من كل قلبك هتسيبيهم وتمشي. انا مش عايزه اعرفكم تاني، ومش بمشكله ولا حاجه وتقعدي تتخانقي معاهم، لا خالص بجد، انت تنسحبي بمنتهى الهدوء وخلاص. يعني انا شايفه الناس دول مش بيقدروني ومش بيدولي قيمتي ومش بيدوني احترامي، فانا لو قعدت معاهم ده بجد تدنيه قوي 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 لنفسيتك ولنفسك ولقدرك ومقامك. وما تنتظريش ان انت تبقي اعلى، وما تنتظريش ان انت يبقوا بجد الناس عاملين حسابك لو انت بتعملي الموضوع ده. وبرده الكلام ده يشمل طبعا العلاقات، يعني انتوا اكيد فاهمين قصدي ايه بالعلاقات كويس، ان انت مش هينفع تبقي في علاقه توكسيك مع حد يعني بيعمل حاجات مش لذيذه. زي ايه مثلا؟ هو زي ما قلت لك زي صحابك بيقلل منك، شايفك دايما قليله ومش بيديكي اي حاجه طبيعيه، مش بيديكي الطبيعي، بيديكي اقل من الطبيعي جدا جدا، وانت عادي مرضيه او يعني تمام وعاجبك الوضع وراضيه. ده طبعا مش كويس خالص، وده بيقلل منك، وكل مدى يعني هتبقى ثقتك بنفسك دي زيرو، حبك لنفسك يعني سالب بجد بسبب الموضوع ده. فدلوقتي انا شايفه ان جه وقت ان انت تخرجي من اي علاقه مش عاجباكي، تقطعي مع اي صحاب مش عاجبينك وشايفه ان هم مش عارفين قيمتك بجد. يعني بجد بجد يا جماعه والله العظيم تحرروا من كل الحاجات دي، وهتحسوا نفسكم ان انتوا كده اخف، هتحسوا نفسكم فعلا ان انتوا بجد بتحبوا نفسكم. مجرد اصلا ما تعملوا الحاجات دي هتحسوا اللي هو ايه، يعني هتحسوا كده ان انتوا من جواكوا حاسين بجد بالرضا، واللي هو هتقولي ايه ده الله، يعني انت هتشوفي نفسك في نظر نفسك عليتي بجد. رابع حاجه وهي ان انت مش هتبقي بتحبي نفسك لو انت مش حاطه ليكي اهداف. لازم بجد البنت اللي بتحب نفسها بتبقى حاطه لنفسها اهداف، ومش اي اهداف وخلاص، اللي هي مثلا مش اللي انا عايزه اطلع المريخ السنه الجايه، مش عارفه عايزه يبقى معايا مليون جنيه على اخر السنه وانا ولا بشتغل ولا بعمل اي حاجه. الاهداف اللي مش واقعيه دي اصلا بتدمر، وده حاجه تانية خالص مش موضوعنا النهارده. بس انا اقصد اقول ان انت لو ماشيه مع التيار اللي هو رايحه مع الرايح، شايفه دول رايحين فين هتروحي معاهم، جايه مع الناس الجايه وجايين منين وبرده هتيجي معاهم، كل ده يعني بيقلل منك قوي، وده برده ما يدلش ابدا ابدا ولا على حب الذات ولا على احترام الذات. انت لازم يكون عندك اهداف، مش هقولك اهداف مختلفه عن الناس اللي حواليكي، لا عادي انت ممكن تتشاركي في اهداف، هتلاقي مثلا اهدافك دي عادي ناس كتير عايز تعملها، مش دي المشكله اصلا ان انت ما تكونيش حاطه اهداف من الاساس. ده موضوع بجد يعني انا ببقى شايفاه حاجه كارثيه جدا، ان انت عايشه كده شايفه بكره هيحصل فيه ايه او السنه الجايه هيحصل فيها ايه وخلاص انت معاهم. الايام كلها بتتكرر شبه بعض. ما عندكيش بجد انك مثلا عايزه تدخلي كليه معينه، او ان انت عايزه تشتغلي شغل معين فتبداي تبذلي مجهود وتعملي عليه وتشتغلي عليه اكتر. كل الكلام ده يعني ما يدلش ابدا ابدا انك بتحبي نفسك بجد خالص. في بنت قالت لي في الفيديو اللي فات كومنت، هي كانت بتقولي ان هي ما بتعرفش تكتب هي عايزه ايه، او ما بتعرفش تحدد اصلا هي عايزه ايه. الموضوع ده يعني ماشي، يعني هو ماشي غلط، بس احنا ممكن نحله بكل بساطه، وهو انك تتدربي على الكتابه. يعني انا مثلا حد بيكتب من وهو في ابتدائي، متخيلين؟ من ايام ما كان الجورنالينج كانوا زمان مسمينه بكتب مذكراتي بقى والجو ده، فانا فعلا بكتب من زمان قوي، فانا خلاص اتعودت وبقت حاجه اساسيه بالنسبه لي. انتي مثلا لو انتي عمرك ما عملتي الموضوع ده فعادي خالص مش مشكله. هتبداي تتدربي ازاي؟ هتبداي تكتبي كل شعور انت حاسه بيه، حتى لو الشعور ده شعور مقرف، شعور حلو، شعور جميل، ايا كان الشعور ان انت حاسه بيه ايه هتكتبيه. وهتقعدي تقولي مثلا لنفسك، يعني مثلا تخيلي انا معايا ورقه وقلم، هتقعدي تقولي ان انا النهارده حصل معايا موقف كذا وحسيت بشعور وحش قوي بجد، شعور انا عمري ما حسيته قبل كده. تبداي تكتبي كده، تبداي تكتبي كل حاجه انت حاسه بيها، كانك بتتكلمي مع نفسك، كاني انا وانت دلوقتي بنتكلم مع بعض. فاهمين قصدي؟ لحد بقى ما هيجي لحظه وهتقعدي تكتبي هيطلعوا مثلا ان انت اصلا مش هتحسي بنفسك وانت بتكتبي، لحد
لحد ما هتلاقي انك كتبتي 4 5 ورقات والقلم وقف. اول بجد ما القلم يقف كده على ورقه وخلاص ما تبقيش عارفه انت بتكتبي ايه، او مش عايزه تكتبي حاجه تانية، فمعنى كده بجد انك فضيتي كل الشعور اللي جواكي. ودي حاجه ناجحه جدا جدا يا جماعه، لان هي تلقائيا وسبحان الله كده. انا بجد مجربه الموضوع ده جدا. لما بكتب بتحسوا ان الحاجه بتتحل من غير اصلا ما ابدا احط لها حل. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مثلا انا وانا بكتب من ضمن الكتابه مثلا نقول ان احنا كتبنا ان انا ما بيعجبنيش ان انا ما بعرفش ارد على الناس مثلا. لو انت كده وكتبتي يعني كتبتي كده لقيتي نفسك بتكتبي كده، بعد ما تخلصي وهتلاقي كده في الكتابه كام صفه انت مش حباها فيكي، بعد ما تكتبي هتلاقي نفسك في معاملتك الجايه مع الناس سبحان الله عقلك كده اللاواعي يعني ايه بيحاول يظبط الحته دي بينه وبين نفسه، وهتبداي تحسي انك بتعرفي تردي. فانت ما عملتيش حاجه، انت ما دورتيش على حل، بس مجرد ما عقلك عارف ان انت اتضايقتي من النقطه دي هيبدا لوحده يحسنها لك في علاقتك الجايه مع حد، في ردك على موقف معين. كل بقى حاجه كده. لو انت مثلا ما بيعجبكيش في نفسك بقى شوفي اي حاجه، والله العظيم بجد يعني تاكدوا من الكلام ده، ان عقلك اللاواعي بينه وبين نفسه هيبدا يبرمج نفسه على ان هو يطورها في المناسبه الجايه لما تيجي مناسبتها وانت اصلا مش حاسه. فتقعدي تقولي ايه ده، هو انا ما عملتش حاجه اصلا عشان الموضوع ده يتحسن. هتبداي بجد تفتكري ان انت عشان كتبتي ده في ورقه وقلم في وقت معين فهو اتحسن لوحده. انتوا فاهمين قصدي؟ فبجد يا جماعه اكتبوا اكتبوا بجد، الكتابه دي سحر. وبرده ما تقنعنيش ان انت بنت تكون بتحب نفسها وانت مش بتحاولي تطوري من نفسك. يعني مثلا انت شفتي النهارده انت كنتي واصله فين، كنتي واصله مثلا لمرحله وحشه قوي، خلاص انا هعرف انا وصلت للمرحله الوحشه دي ازاي وابدا اطور منها. سواء مثلا يعني ايه حاجه في الدراسه، حاجه في الشغل، صفه عايزه اكتسبها، او حاجه مثلا عايزه اتوب منها، او كل الكلام ده. لو انت فعلا ما بتشوفيش ان انت عايزه تتطوري وعايزه ان انت تبقي احسن في الموضوع ده، فيعني انت كده مش بتحبي نفسك بجد. عارفه ممكن حد يقول ايه العلاقه، بس فكروا بجد فيها بعمق. ده دليل كبير قوي قوي ان انت لا محتاجه تبذلي افورت اكتر في حته حب الذات وحته انك تحبي نفسك والسيلف لاف والحاجات دي كلها. عشان والله العظيم يا جماعه الانسان لما بجد بيحب نفسه اولا هو مش هيقبل اي حاجه عليها. يعني مش هتقبلي معامله وحشه زي ما قلت لك من شويه، ولا هتضطري انك تعملي اي حاجه. وسبحان الله الموضوع ده هيجي كده بمنتهى البساطه، مش اللي هو مثلا انك متضايقه قوي قوي انك سبتي صحابك دول وقاعده بقى بتنهاري عشان انت سبتيهم وما كنتيش عايزه تعملي كده. لا، هتلاقي الموضوع من تكه، اللي هو بتيجوا عليا طب خلاص انا مش عايزه اعرفكم تاني، وزي ما قلت لكم بالاحترام وكل حاجه، ومش هتحسي انك متضايقه اصلا. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ خامس حاجه وهي ان انت برضو ما ينفعش تكون بنت بتحب نفسها وبتسكت عن حقها في مواقف كتير قوي. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تكوني حد قالك حاجه ضايقتك جدا جدا وانت مش قادره تردي عليه، مش قادره تعرفيه حدوده، مش قادره تقولي مثلا للبنت دي لا انت ما ينفعش تتعاملي معايا بالطريقه دي. او لو انت في شغل ومثلا انت متفقه ان المرتب بتاعك مرتب معين، والشهر ده جيتي انت عملتي حاجات كتير قوي عن المفروض تعمليها، وعن المفروض ان انت مكتوب يعني في الجوب ديسكريبشن بتاعك ان انت جايه تعملي كذا كذا كذا. لو انت عملتي حاجات اكتر من دي ولقيتي المدير مثلا بتاعك في اخر الشهر بيديكي نفس الفلوس، انت ساعتها هتبقي متضايقه. فالمفروض ان انت لو حد بيقدر نفسه انت هتروحي تتكلمي معاه بمنتهى الاحترام والادب اللي في الدنيا، هتقولي له انا شايفه ان انا عملت حاجات كتير قوي عن المفروض اعملها عن الطبيعي، وتبداي تقولي له انت عملتي ايه. وهو على فكره يعني هو كده كده بيبقى عارف، بس زي ما تقولي ايه في بعض المديرين بيبقوا بخله شويه واللي هم عاملين نفسهم من بنها ومش شايفين ده. فتبداي تقولي له انا عملت كذا كذا كذا، وهو لو في من جواه حته ضمير كده شويه هيبقى مقتنع بكلامك وفعلا هيديكي تمن اللي انت عملتيه زياده. ده مش احراج خالص، وعلى فكره مش تقليل منك خالص خالص، بالعكس. وما تقعديش تقولي مثلا لا انا مش هطلب فلوس بقى عشان ما بانش ان انا كذا. ده حقك، انت جايه تشتغلي عشان تاخدي فلوس، انت عملتي مجهود زياده فانت تستاهلي على المجهود الزياده ده فلوس. وبعدين اصلا كده كده ده بيبقى الطبيعي. الشغلانات الكبيره او الناس اللي فعلا بيبقوا ادارات محترمه، اي حد بيعمل مجهود زياده او اي حد بيقضي ساعه زياده في الشغل بيبقى عليها حساب اصلا تاني زياده عن مرتبك. يعني برضو حب الذات بيبان قوي قوي بقى في المواقف اللي شبه دي. سادس حاجه وهي ان انت مش هتكوني بتحبي نفسك لو انت دايما مستنيه الرضا من الناس، ومستنيه رضاهم عليكي، مستنيه ان هم تشوفي في عيونهم ان هم بيحبوكي. احنا كلنا بنبقى حابين ان الناس تكون بتحبنا وكل الكلام ده، بس لو الموضوع بقى وصل لدرجه ان انت يعني انا اسفه بس استغفر الله العظيم يا رب مش قصدي حاجه، بس انك بتعبدي الحب الناس ده او انك عايزه دايما رضا الناس، فدي حاجه كارثيه وما ينفعش ان هي تكون موجوده ابدا يا جماعه بجد. يعني تخيلوا كده ان انت تكوني اي حاجه بتعمليها انا مثلا بعمل ده للشخص الفلاني عشان يحبني بس، او بعمل دي لصاحبتي عشان اشوف يعني ايه، اشوف الرضا في عيونها، او ان اشوف ان انا ايه محطوطه في اول اولوياتهم، او ابقى مستنيه دايما ان هم بيقولوا لي كلام حلو قوي طول الوقت، وابقى عايزه منهم
كلام كده تحفه، كلام يحسسني بثقتي بنفسي، ده مش منطقي. زي ما قلت لكم احنا بنحب الشكر وبنحب المدح، بس مش هنبقى بنروح كده نطلبه من الناس بافعالنا. يعني في ناس مثلا بتعمل ايه، في ناس بتبقى اللي هو انا هعمل ده عشان اشوف في عينيها ان هي يعني شايفاني واو. ده مش منطقي، احنا ما بنعملش كده. احنا بنعمل الطبيعي، بنعمل حقنا على حق، يعني حق الصديق على صاحبه مثلا زي ما بيقولوا، او انتوا فاهمين قصدي صح؟ اللي هو انا بعمل كده عشان ده طبيعي، عشان دي شخصيتي، مش عشان انا مستنياهم يشكروني، او مش عشان انا مستنياهم يرضوا عليا. ده مش صح ابدا ابدا. مفيش بنت بجد بتحب نفسها تكون بتعمل الموضوع ده. النقطه اللي بعد كده يا بنات، وهي ان انتي تبقي شايفه ان انتي مش متقبله الوضع اللي انتي فيه. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا شايفه ان انتي فيكي مثلا حاجه مش بتحبيها في شكلك، او حاجه مش بتحبيها في شخصيتك، تكوني طول الوقت بتجزي كده من جواكي، واللي هو ايه، هو انا يعني مش قادره، عشان انا مثلا مش قادره اعدي في المرايه فاقوم شايفه الشكل اللي مش عاجبني، او انا مثلا النقطه دي بتوجعني قوي في نفسي، فانا كل شويه ابدا افكر بنفسي انت كذا انت كذا، انت فيكي الصفه الوحشه دي، انت مش عارفه ايه، انت عمرك ما هتبطلي اللي انت بتعمليه ده. كل الكلام ده لنفسك دي حاجه كارثيه. فبجد فكره ان انت تبقي مش متقبله الموضوع ده، ما تستنيش من ان اي حاجه تتحل، وما تستنيش ان انت كده تكوني هتحبي نفسك وهتطوريها. ليه؟ لان اولا يعني في العقل الباطن كده رفض الحاجه بياكدها. يعني مثلا كتر رفضك لحاجه معينه وانت عماله تكذبي على نفسك وتقولي اللي هو لا انا مش متقبلاها، او اللي هو ايه بتاكدي عليها قوي في دماغك، بتاكدي عكسها، فهو في دماغك هتثبت هي. مش عارفه، انا ممكن اكون مش عارفه اوصل لكم وجهه نظري، بس انا قصدي اقول ان انت مثلا لو دايما بتقولي في دماغك انا مش حلوه انا مش حلوه انا مش حلوه، فانت فعلا مش حلوه، حتى لو انت تحفه، حتى لو انت فعلا شكلك حلو. المهم يا جماعه من الموضوع ده ان انت تكوني دايما هاديه من جوه، دايما مش في حاله فوران وغليان من جوه على اي حاجه. انا بشوف ان من اكبر علامات حب النفس ان انت تكوني هاديه مع نفسك. يعني زي ما قلت لكم ما بتجلدهاش، ومش بس ما بتجلدهاش، اللي هو تفضلي تقولي في نفسك ايه، سما بصي انا عارفه ان انتي النقطه دي مثلا بتضايقك في نفسك، عادي خالص ولا يهمك، احنا ان شاء الله هنطورها مع بعض، ان شاء الله باذن الله هنشوف لها حل، ما تقلقيش هي حاجه بسيطه وهتتحل. فاهمين قصدي؟ ده طريقه الكلام اللي تبقى ما بين، يعني ما بينك وما بين نفسك، مش اللي هو انتي مستحيل تبطلي تعملي كده، او انتي على طول كده، او انتي معرفش ايه. ده مش صح. تقبلوا الوضع، عشان تقبل الوضع يا جماعه بجد بيخلي الموضوع يتحل. النقطه اللي بعد كده يا جماعه وهي المقارنه. يعني ان انت تقارني نفسك باي حد، سواء من صحابك او سواء حد بتشوفيه على السوشيال ميديا. زي ايه؟ زي مثلا بصي دي شكلها عامل ازاي، بصي دي رموشها تحفه ازاي، بصي ما شاء الله البنت دي حواجبها تقيله ازاي، انا ليه حواجبي مش كده. كل الكلام ده كلام كارثي، وكلام يعني مش هقولك انت كده ما تحبيش نفسك، لا هقولك انت كده بتكرهي نفسك اضعاف. لان بجد السبكونشس بتاعك بيستقبل الكلام ده قوي، بياخده على اساس ان هو حقيقه. يعني انت هتقعدي تقولي لنفسك انا مش كده، فهو مش هيصدق، هو مش هيقعد يقول لنفسه لا يا حبيبي انت زي الفل، هي اللي مش فاهمه، لا هو بجد هيصدق الكلام ده، وهيبدا بقى يطلع على تصرفاتك وافعالك انت فاهمه قصدي ايه. فاوعي تقولي نفسك كده، واوعي بجد تقارني نفسك ما بينك وما بين اي حد. اللي هو مثلا انت ممكن تكوني شخص مش احلى شخص في العالم، مش اجمل بنت في العالم، بس يعني طريقتك وجمالك الخاص وجاذبيتك واسلوبك تحسسك ان انت انا اجمل بنت في عين نفسي. انتوا فاهمين قصدي؟ فبجد وقفي مقارنات من هنا لحد بجد ما تحلي الموضوع ده من نفسك. ويعني المقارنات دي بعد كده هتتبدل لانت اللي بتقولي كلام لنفسك حلو، وانت اللي تقعدي تتغزلي في نفسك وتقولي نفسك كلام لذيذ. تبصي لنفسك في المرايه، بدل مثلا ما كنتي بتقولي ايه القرف ده وايه ده هو انا ليه عامله كده، هتبداي تبصي ان انت ايه التحفه دي وايه الجمال ده، رغم ان مثلا ممكن يكون مفيش حاجه فيكي اتغيرت، بس انت تقبلتي الموضوع. انت فاهمه قصدي؟ فبجد النقطه دي يا جماعه اوعدوني ان انتوا مش هتعملوها خالص، ان انتوا مش هتقارنوا نفسكم باي حد، لان الموضوع ده موضوع كارثي. بس انا كده خلصت النهارده، وبتمنى يعني من كل قلبي ان انتوا فعلا تكونوا استفدتوا بالكلام، وان انتوا يعني من النهارده خلاص هتظبطوا الكلام ده كله وتبقوا احسن، وبجد ده هيعود عليكم انكم تحبوا نفسكم احسن بكتير. ومجرد ما تحبوا نفسكم مواضيع كتير قوي قوي في حياتكم تانية هتتحل. فبجد اوعدوني ان انتوا هتعملوا كده. وزي ما قلت لكم اكتبوا لي دلوقتي وعد خلاص يا سما احنا هنعمل الموضوع ده ونشوف بجد ايه نتيجته. وعايزاكم تقولوا لي انتوا مستنيين ايه تاني، وايه الحاجه اللي انتوا عايزين تحلوها عشان نعمل عليها فيديوز. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تعملي لايك وكومنت وشير لاصحابك عشان يستفادوا. وبس، باي باي.